السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مساء الأخبار. معاكم مازن المصري. تحياتي لكل المتابعين اللي هتكلم معاهم في آخر هذا الفيديو بدون مقدمات زي ما وعدنا حضراتكم. فضلا وليس أمرا، في البداية دوس لايك للفيديو واشترك في القناة. هنفهم فين المظاهرات دي. مظاهرات حاشدة منذ قليل من 3 ساعات قبل ما بكلمكم، وإيه علاقته بميشيل حايك وإيه اللي قاله ودولة إيه اللي هنتكلم عليها. بيقول حدث بيعبر صداه من برلين إلى كل ألمانيا. قال كده في رأس السنة بالظبط في العام اللي احنا فيه. قال حدث بيعبر صداه من برلين إلى كل ألمانيا. مظاهرات حاشدة في ألمانيا مؤيدة لروسيا، ده من 3 ساعات بالظبط، واندلعت ببرلين ومدن ألمانية أخرى احتجاجات مؤيدة لروسيا منذ قليل. وصف المشاركون فيها ألمانيا بأنها دمية في يد واشنطن، يعني لعبة في إيد واشنطن. إن ألمانيا دي بيقولوا لها يمين يمين شمال شمال، ودعوا إلى رفع العقوبات ومراجعة سياسة برلين تجاه أوكرانيا. وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات: نريد أن يتوقف دعاة الحرب من الناتو عن تأجيج المواجهة بين ألمانيا وروسيا وبين أوكرانيا وروسيا. وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بمراجعة العقوبات ضد روسيا، والتي ارتدت على ألمانيا وحلفائها. في مشاكل كبيرة جدا في ألمانيا اقتصاديا وسياسيا، وياريت يأكد لنا إخواتنا اللي موجودين، الجالية العربية اللي موجودة في ألمانيا، ياريت يكتبوا لنا لتأكيد الموضوع، لأنه نازل على كذا خبر، واللي احنا ناقلين منه ده هو روسيا اليوم. وتجمع الآلاف من المتظاهرين في برلين في 8 أكتوبر في احتجاجات معارضة لسياسة السلطات الألمانية. والنهاردة كمان حصل ده، بيعيدوا نفس الموضوع وطالبوا برفع العقوبات عن روسيا والحصول على الطاقة الرخيصة منها في ظل تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار وانعكاسات ذلك على مستوى المعيشة في البلاد. طبعا روسيا اليوم نقل الموضوع من نوفو سيتي، ده موقع روسي. قال ايه كمان ميشيل حايك في نفس التوقعات عن ألمانيا، ولكن قبل ما اقول لكم قال ايه. ألمانيا دلوقتي حاسة، او الشعب الألماني حاسس ان هو لعبة في ايدين واشنطن، وحاسس ان في غدر، وحاسس ان في مشاكل كبيرة جدا امريكا بتسببها لألمانيا، وبيستدعي او بتؤيد روسيا. وده موقف غريب جدا، وانا ما كنتش متوقع ان ده يحصل، ولا حد كان متوقع ان ده يحصل، ولكن هو حصل. ده زي ما بقول لحضراتكم منذ قليل. ايضا من ضمن الحاجات اللي قالها او التوقعات اللي قالها ميشيل حايك: ولا يعلم الغيب الا رب العالمين وحده. قال كورونا والمانيا ومتحولاتها بتفاجئ العالم. تقاعد أنجيلا ميركل لن يكون في سلام. ده كله عن ألمانيا. بيقول مداهمة بعض المقرات الإسلامية هتكون وتتحول إلى مواجهات شرسة ومعارك لا تخلو من أضرار مادية وبشرية. وده حصل من حوالي 3 شهور، وموجود على القناة عندنا لو حبيتوا ترجعوا للفيديوهات. في بعض الأحداث اللي حصلت في جوامع موجودة في ألمانيا، وحصل فيه صراعات، وناس كانت بتقول ان هو مؤيدة للمثلية ورافعين. كان موضوع كبير كده، ولكن احنا ساعتها نقلنا لحضراتكم، وبرضو ما كانش الموضوع واخد حقه في السوشيال ميديا، ولكن نقلنا لحضراتكم. موجود الفيديو على قناة مساء الأخبار. في بداية عهد المستشار الألماني الجديد بأسرار بليغة. وآخر توقع هو قاله عن ألمانيا، بيقول حدث بيعبر صداه من برلين إلى كل ألمانيا. بيقول أيضا عن النفط الروسي راح يشعل العالم. هو بيقول في نفس اليوم اللي قال فيه نفس التوقعات، بيتكلم عن توقعات روسيا. بيقول الكرملين وحرمه راح يتغاظوا لفترة. بيقول دعسة روسية، يعني دوسة، يعني دوسة زرار من روسيا هتكلف بوتين وروسيا الثمن غالي. يا رب إن شاء الله ما نشوفش هذه الدعسة أو الدوسة لزرار
يعني بين روسيا وأي دولة تاني احنا مش ناقصين. حجم الدمار المتوقع بين روسيا وأوكرانيا بيدفع بوتين للتراجع المشروط. ده قاله بنفس النص، وده فعلا الفيديو موجود بتاعه بتاع ميشيل حايك، تقدروا تشوفوه. وكمان موجود على القناة بتاعتنا، عاملينه بتاريخ رأس السنة اللي فاتت، يعني السنة في 2021 في شهر 12. وبيتحقق اهو كلامه، بيقول حجم الدمار المتوقع بين روسيا وأوكرانيا بيدفع بوتين للتراجع المشروط. وشفنا أنباء بتقول عن هذا الموضوع بالنص. بيتكلم أيضا عن كندا بتواجه إلهام صوب رئيس الوزراء الكندي وبيلتقي أكثر من إصابة. كندا راح تتظاهر، ولكن ليس كل المظاهرات كندا هتكون سلمية. يعني برضو لو في حد بيشوفنا من كندا، ما اظنش ان في حد بيشوفنا من روسيا، يا ريت يطمنونا عنهم اخواتنا في كندا. بتهز الفترة الأرضية أيضا في كندا مظاهرة غير طبيعية في أراضي كندا المعروفة والمألوفة، وبتهز العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي، وتنتهي حتى بين أمريكا أيضا لفترة. بيتكلم أيضا عن بعض الدول الأوروبية زي أسبانيا. وطبعا برضو بنوجه التحية لكل الجاليات العربية في أسبانيا، وإخواتنا العرب هناك، جزائر، تونس، المغرب، أكترهم في أسبانيا طبعا. وأنا عارف إن في ناس بتتابعنا، بيجيلي إحصاءات من بعض الفيديوهات اكتشاف أثري عربي جديد تحت التراب الأسباني، وده حصل أيضا في شهر 7 اللي فات، وتم نقله برضو على قناتنا مساء الأخبار، هتلاقوه موجود في اكتشاف أثري موجود عربي في أسبانيا. عملية كبيرة لهدف كبير بيشق قلب أسبانيا. عالم المواصلات الأسبانية على موعد مع نكسة. بينصاب ريال مدريد بآثار بليغة. جزيرة أسبانية بتفقد سلامها لبضعة أيام. بيتكلم عن بريطانيا، وفي الفترة اللي احنا بنشوفها في بريطانيا بريطانيا بتشوف جوع، والفترة اللي احنا فيها نفهم بقى هو قال ايه، حصل ولا ما حصلش. لو فك بعض عقدة الأمير هاري ما راح يقدر يرجع لسلامه واستقراره. موجة الاستقلال على أكثر من صعيد رسمي بريطاني. بوفق القصر الملكي البريطاني ما يذكر بآخر أيام زمن الليدي ديانا وكل الضجيج والصراع اللي رافق هذه الفترة. بيقول ضجيج في القصر الملكي، ممكن يكون قصده على الموت بتاع إليزابيث، ولكن اللي أنا بقول لحضراتكم ده قبل الموت بتاع إليزابيث. ففي حاجات بالفعل قالها تحققت زي ما بنقول، حتى لو تحقق 1,000,000% من التوقعات، احنا برضو بنقول لحضراتكم العلم كله عند الله وحده. بيقف بوريس جونسون على رمال متحركة وعلامات قلق على أفقه السياسي ومستقبله الشخصي، وده شفناه بالفعل من رجوع إن هو مفروض هيرجع، وبعدين قالوا لأ مش هو اللي هيرجع، وجي بداله ريشي سوناك. السياسة البريطانية على موعد مع وجه أنثوي بيستعد ليحتل أعلى المراتب. هذه المرة عين الإرهاب على رجل دين من الدرجة التانية، يعني في مركز السلطة. دي كانت توقعات كده قلناها سريعا لميشيل حايك، وعن ارتباطها باللي حصل في ألمانيا أو في برلين بالتحديد. طبعا بوجه التحية والشكر لكل حبايبي اللي بيتابعوني بصفة مستمرة على قناة مساء الأخبار. قناتنا وقناتكم ده ما بتكبرش غير بدعم حضراتكم، ودايما بنحب نشوف تعليقاتكم، وكل أحبابنا أحباب مساء الأخبار، عذرا من الجزائر، بيا من تونس، ومليكة، ورادية، وكل الأحباب سدين. في الفترة اللي فاتت أحباب كتير انضموا، أبو يحيى، كل الحبايب، أستاذ أشرف،
مش عايز أقول حد وأنسى حد، ولكن كل الشكر والتحية والتقدير لكل أحبائنا. لو حابب تنضم لقناة مساء الأخبار اكتب لنا في التعليقات الله أكبر أو الله محبة، أو اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، علشان الفترة اللي احنا فيها دي فعلا كلنا محتاجين الدعاء في هذه الفترة. بشكركم جدا على المتابعة الجيدة، ولو وصلت لهذا الجزء من الفيديو انت من أحباب فعلا مساء الأخبار، ويشرفني وجودك بصفة مستمرة. أسيبكم على خير وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.